السلام عليكم ورحمة الله. سيبك من كل اللي انت بتشوفه من ضمن الحرب الإعلامية ان هم مش عايزين مساعدات، مش محتاجين حاجة من حد. كامل اللي انت بتشوفه دوت، انا ما بقولش ان اللي بيعمله دوت هو قاصد ان هو بيعمل كده ولا ما بيعملش. الكلام برضه في ناس مشاعرها هي اللي بتتكلم، الناس اللي هي فاهمة اللي موجودة في الموضوع هي فاهمة بتتكلم ازاي. انا لما اتكلم قالك احنا محتاجين المساعدات، المساعدات لازم تخش وبسرعة. انت تقول هم مش محتاجين مننا نديهم اكل ولا نديهم بتاع، يعني حكام العرب واحد بتقول في اي كلام وخلاص انت مش عارف حاجه، عشان تعرف ان انت في حرب قذره اعلاميه اللي ما يتسموش يقودوها على شعوبنا بصفر. اشعياء الاصحاح 19 خش اعمل سيرش عليه واقرا مكتوب فيه ايه، ممكن تفهم لما تشوف المكتوب دوت بيتحقق قدامك. الكلام ده معروف من زمان وما كناش بنشوفه، دلوقتي الكلام ده بيتنفذ بحذافيره. يقول لك وحي من وجهة مصر، هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة قادم إلى مصر، افر فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها. ركز في الكلام اللي جاي، وأهيج مصريين على مصريين. بص التكوين اللي انتوا كل واحد عمال بيخون التاني وانت بتطبل لده وكل واحد بيخون في بعض، فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه، مدينة مدينة ومملكة مملكة. افهم الكلام. قصة التخوين، قصة التخوين، قصة إن أنا مخليش الناس يبقى عندها ثقة في أي حاجة. ما عندكش ثقة حتى في صاحبك اللي هو بيقول لك ما تعملش كده، ده هم عايزين يعملوا كذا، فأنت بتسمع تقول ده أنت ما عندكش دم، ما عندكش ولاء وما عندكش إنسانية. الموضوع مش كده. صاحبك قاعد معاه لا حد جه اداله فلوس يقول كده، ولا هو مقتنع بكده، هو شايف قصة تانية غير اللي انت شايفها خالص. هو بيفكر بمخه وانت بتفكر بقلبك، بتفكر بمشاعرك. دي قصة بقى ان هو دوت ده بيطبل لدوت وده خاين وده عميل، ده قاعد معاك ليل نهار بيطبل لمين؟ مين جه اداله حاجة ولا مين عينه في حاجة في الدولة علشان يروح يطبل؟ كمل لك. وتهرق روح مصر داخلها وأفني مشورتها، فيسألون الأوثان والعازفين وأصحاب التوابع والعرافين. زي ليلى عبد اللطيف كده اللي طلقنا علينا، وعايزك انت تتجه بقى للموضوع ده، تبدأ بقى ان انت مبقاش عندك ايمان ان سبب الكوارث اللي بتحصل من زلازل وعواصف ان هي بسبب مشروع اسمه هارب، مش من عند ربنا. الكلام ده انا هتكلم عليه بعدين في الفيديوهات اللي انا اجلت ان انا انزلها دلوقتي، ان انا اتكلم على العرافين. الناس بدأت تتجه للعرافين، بدأت تسمع للدجالين، كمان الناس ضعف اللي هم بيصوروه له. كمل لك، سيبك من الباقي، انا باخد لك الحاجات المهمة اللي انت بتشوفها قدامك دلوقتي، اللي انا بعديه دوت اللي هو المفروض نتيجة الكلام دوت. وتنشف المياه من البحر ويجف النهر وييبس وتنتن الأنهار. النهر مش هيبقى فيه مية. الكلام اللي انا بقوله لك كلام مكتوب وبيتنفذ. شوف ناس بتدعي ان هم يتوقعوا اللي بيحصل وهم دجالين وبينفذوا كلام بيتكتب لهم. لازم تعرف ان انت بدأت الحرب، ولازم تعرف ازاي تستخدم نفس الادوات بتاعتهم، ازاي انت ترد عليهم بادواتهم. وده اللي احنا بنعمله فعلا. لو انت فعلا عايز تشارك، سيبك من اي حاجه انت بتسمعها. هتلاقي اللي يقول لك الجيش ده مش عارف ايه، وهتلاقي اللي يقول لك اصل حماس واخده من امريكا 100 مليون دولار عشان يهجروا الفلسطينيين. هتسمع كلام كتير، هتلاقي كلام وهتلاقي عكسه، وهتلاقي كلام وهتلاقي عكسه. متصدقش اي حاجه، واربط الاحداث ببعض تفهم الدنيا ماشيه ازاي. من الناحيه التانيه هما بيعملوا ايه؟ بيصوروا مظلوميتهم للعالم. تسمع موقف هنية وهو بيفدي على مصر، وما يبقاش عندك انت تحليلاتك قاعد بتتفرج على حاجه، فيديو بيوديك وفيديو بيجيبك وفيديو بيقابلك وفيديو بيجيبك. خلي قرارك يطلع من دماغك انت، ما تخليش حد يشكل لك مخك. طول ما انت قاعد بتتفرج على فيديوهات مخك قاعد بيتشكل، قاعد بتخون في دوت، وده جيش خاين، ده عميل، ده مش عارف ايه، ده متواطئ معاهم. افتحوا لنا الحدود. يعني انت في حرب اعلاميه دلوقتي وانت الراجل واخدك الجلاله وعايز تحارب، ابدا عندك حرب اعلاميه. بتشوف هما بيعملوا ايه اعلاميا؟ ما بتشوفش، لان انت قاعد طول النهار قاعد تقلب في فيديوهات، قاعد بتقلب في فيديوهات، ما بتدورش تجيب المعلومه، ما بتروحش تشوف الاخبار هما بيقولوا ايه، ما بتروحش تشوف الفيديوهات اللي هما بيصنعوها عشان يوروها لهم بره بيحصل فيهم ايه. كل الكلام ده انت ما بتشوفوش، لان انت ما بتدورش على معلومه. انت خلاص انت مسلم من دماغك اللي
بتشوفه قاعد بتقلب واحد تاني ترند وقع منه ولا ايه عايز يعليه يقول لك الدبابات بتصدي. انا همشي ورا ده يعني؟ ده شوف ده كان قاعد معاهم، ايه اللي حصل؟ طب بذمتك قلت له ايه اللي انتوا بتعملوه دوت؟ دي مش ارضكم. قاعد بتقلب ودماغك بتتشكل، قاعد تقلب ودماغك بتتشكل، افكارك مش من دماغك، افكارك اتكونت اللي هو عايزين تتكون جوه دماغك. هم عايزين الحته دي. انت راجل عايز تحرر القدس، حرر القدس. يعني عندك اول خطوه اعملها، خش زي ما قلت لك على جوجل اعمل سيرش واكتب القدس، هتلاقي عاصمه اللي ما يتسموش او تغير. سينا اتشالت من على جوجل ماب ولا ايرث، ولا دخلت امبارح لقيتها موجوده. ايه هي اللي اتشالت؟ انت دماغك هي اللي اتشالت. قبل ما تشير الحاجه اللي انت عمال قاعد بتشير فيها دي، انت بدل ما بتشيرها خش اتاكد من المعلومه اللي انت بتشيرها دي، انت ربنا هيحاسبك عليها، لان انت بتدي للناس معلومات غلط. مع انك اصلا وانت قاعد وانت بتقلب كده لقيتها، قلت يا نهار ازرق، مشاعر بقى اللي بتتكلم. وخش شوف سنة اتشالت ازاي من الخريطة قبل ما تعمل شيء. ايديك اللي سابقاك دي تعمل شيء، اتأكد لقيتها اتشالت اعمل شيء، قول للناس الحقوا سنة اتشالت، الحقوا ده بيعملوا مخطط. فاهم الموضوع مش كده، مش بتحسب كده. هو في يوم من الأيام تفكر إن مصر دولة ضعيفة، بس هي الموضوع ما بتتاخدش كده بالدراع. كمان أزيدك من البيت شعر زي ما تقول عليا السعودية اللي أنت بتستهون بيها، يوم ما هتقول حي على الجهاد هتلاقي ملايين المسلمين حوالين العالم في الصفوف الأولى. سيبك أنا ما بتكلمش على الجيش بتاعها، أنا بتكلم إن هي كدولة إسلامية. القدس عاصمة فلسطين. أشوفكوا الفيديو ده.